صباح النور البنات، صباح الخير، صباح التيسير، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا كلكم يا ربي بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو كما شفتوا انا غنبدا معكم الروتين ديال الصباح. غادي ندير معكم واحد الحريشه كنديرها لبنياتي في الصباح، كتجي البنات زوينه مع هذا البرد. وغادي نشارك معكم واحد الدجاج غادي نديرو ان شاء الله غنشويه في الفران بواحد التتبيله رائعه. خليكم معايا البنات ما تمشيو فيه. لهاد الحريشه كنحتاجو البنات سميد ديال الحرشه. راه معروف عند العطاره كتقولي معطينا سميد ديال الحرشه. صافي غادي نحتاجو ليها البنات شويه ديال الزيت باش غادي نبسبس هاد السميده. صافي غادي نحتاج ليها شويه ديال الخميره ديال الدار، نص خماره ديال الحلوى، وقبيصه ديال الملح. وغادي نضيف البنات هنايا 3 المعالق ديال السنيده، انا ما حطيتهمش ولكن انا ضفتهم. وغادي نحتاجو البنات نص لتر ديال الماء باش غادي نعجن هاد السميد هذا. كما كتشوفوا صافي غادي ندير الزيت، غادي نبقى نبسبس كما كتشوفوا حتى غتلبس ليا السميده كامله بهاد الزيت اللي درنا فيها. صافي ملي غادي تلبس ليا السميده ديالي بالزيت كامله غادي نضيف ليها العناصر الاخرى ديال الملحه والخميره والسنيده والخميره ديال الدار. وغادي نبقى نمزج هذا الخليط كامل مع بعضياته. كما كتشوفوا البنات كتجي زوينه وبنينه البنات وساهله، ما فيها لا حليب لا والو، غير بالماء اقتصاديه. كما كتشوفوا غادي نبقى نضيف الماء بشويه بشويه حتى غادي نحس بها انها شربات ليا الماء جمعات ليا. وعلى ديك الساعه غادي نطيبها في المقله الثقيله. صافي كما كتشوفوا غادي نبقى نضيف الماء غير بشويه بشويه كما قلت لكم. وفي الاخير غادي نقول لكم شحال احتاجت ليا ديال الماء. انا هنا تقريبا خديت كيلو ديال السميد، حيت منه البنات غير شي زلافه، تقريبا شي كيلو ربع، شي كيلو لارو. صافي غادي نجمع على هاد الطريقه هذه، ما غاديش نكثر ليها الماء بزاف باش ما تجينيش جاريه، وما غاديش نتقلها باش ما تجينيش عاقده. هذا هو المزيج ديالها. صافي كما كتشوفوا غادي ناخذ البنات المقله الثقيله اللي كنديروا فيها الحرشه. انا البنات ما غاديش نديرها، غادي نقلبها على الظهر ديالها باش ما تجينيش تعذبنيش في القليب ملي نبغي نقلبها. صافي وغادي ناخذ البنات شويه ديال السميد اللي سبق ليا وبسبستو. انا في الصراحه البنات نسيتو، ولكن نتوما خذوا واحد شويه باش غادي تدهنوا به المقله. انا هنايا غادي نعاود ناخذ السميده وغنضيف ليها شويه ديال الزيت وغادي نبسبسها بيديا مزيان. انا في الحقيقه هاد العمليه نسيتها، قلت غادي نقولها لكم. خذوا من هذاك المزيج اللي درتو الاول اللي فيه الخميره وفيه كل شيء، هذاك حتى هو كيجي البنات زوين. صافي غادي نبقى نبسبسها كما كتشوفوا. غادي ناخذ الزيت البنات غادي ندهن به المقله من الظهر ديالها، غادي ندهنها مزيان مزيان بالزيت وغادي نرش ليها هذيك السميده. صافي وغادي نسرح فيها الحرشه ديالي. غير هو البنات هاد العمليه تكون شويه مزروبه باش الحرشه ما تنشفش لينا من الماء، كما كتعرفوا دغيا كتنشف. صافي كما كتشوفوا غادي نبقى نبسبس هذاك السميد اللي درت، غادي ندهن به المقله مزيان باش ما تلصقش ليا. صافي هادشي اللي كاين البنات. وغادي نقرصها. انا هنا غادي نضيف ليها البنات واحد السيركل غادي نقرصها به. الا ما عندكمش البنات هاد السيركل اكتفيو غير بيديكم حتى يديكم كتجي زوينه. غير انا عندي السيركل كنديرو، ولكن مره اخرى درتها بلا سيركل جاتني احسن. السيركل غير باش تجيك مقاده من الجناب، ما تجيكش عوجه. صافي هادشي اللي كاين البنات. غادي نسرحها وغادي نحطها فوق البوطه وهانتوما معايا. صافي هنايا البنات كما كتشوفوا من بعد ما قرصتها بهذاك السيركل يمكن لكم ديروا غير ايديكم
بلا ما تحتاجوه. صافي انا خديت داك لي شاط ليا من السميد اللي كنت دهنت به المقله. صافي البنات غادي نديرو من الفوق وغادي ندهنها مزيان بهذيك السميده اللي مع الزيت. صافي وغادي نحطها فوق البوطه حتى كطيب. كنحس بها انها بدات كتشرب وحسيها بانها جمعات شويه. صافي وغادي غندير واحد الطبيصيل وغادي نقلبها على الجهه الاخرى ونخليها حتى تحمر. وهذا الشيء اللي كاين البنات، وهانتوما معايا حتى تشوفوا جميع المراحل. هنايا البنات من بعد ما حطيت الحريشه ديالي كطيب فوق البوطه، غادي ندوز دابا نعمر واحد القهوه كحله. بزاف البنات اللي غيقولوا لي القهوه كحله في الصباح ما مزياناش ما زويناش تقدر تضرك. فعلا البنات هي ماشي صحيه في الصباح، ولكن انا كتعجبني، وخصوصا البنات الا كانت الشتا كتصب تعجبني ريحه القهوه في الدار. وفي صراحه ديما كنديرها. بصراحه بعض الخطرات كنديرها في القطاره، وبعض الخطرات كنديرها في الغلايه البنات، وكنجيبها معطره وكنضيف ليها انا شويه سكنجبير ضروري، وعاد كنشربها كتجي البنات زوينه. و... وانا كتعجبني في الشتا. سبحان الله كل واحد والذوق ديالو. بالنسبه للبنات لهاد القطاره بغيت نجاوب على واحد التساؤل ديال واحد المتتبعه. كانت سولاتني عليها في واحد الفيديو. قالت لي الله يجزيك بخير، هاد القطاره انا ما كتخليش لي القهوه سخونه، اشنا هو المشكل؟ واش انتي عندك في حالها كتبقى لك القهوه بارده؟ لا الحبيبه ديالي، انا القهوه كي كنديرها كنكبها هذيك الساعه في الكاس ديالها. ولكن الا بقات لك الحبيبه ديالي بارده، خليها شاعله ما تطفيهاش من الضوء، وخلي الغلاي ديالها فوق منها باش يبقى محافظ على ديك السخونيه. ملي تجي تكبيها تلقايها سخونه. هادشي اللي كاين البنات. وبصراحه صدقات البنات زوينه، الثمن ديالها كان رخيص بزاف، دير غير 130 درهم. وفي صراحه تستاهل هذيك 130 درهم، ما غالياش، ولكن الكاليتي ديالها مخيره. نيطواياج ديالها ساهل. ما كدير لا ريحه لا والو. هادشي اللي كاين البنات، وكنتمنى ان هاد المتتبعه تكون استافدت وسمعت الجواب ديالي. وهادشي اللي كاين. وهانتوما معايا البنات حتى نكملوا فطورنا وندوز ان شاء الله نوجد معكم الغديوه ديال اليوم. غندير معكم ان شاء الله الدجاج مشوي في الفران. وهانتوما معايا. وهذه هي الحريشه ديالنا من بعد ما طابت. بصراحه انايا نسيتها تتحمرات ليا بزاف بزاف. نتوما البنات ردوا معاها البال. انا عندي واحد البلاصه ديال العافيه كتعطي الجهد اكثر من الجهه الاخرى. كما كتشوفوا كتجي البنات زوينه زوينه بزاف، غير جربوها. رافقتها بشويه ديال الكوفيتير وزيت العود والتميرات. حطيت الغلاي ديالي ديال القهوه. هنا البنات غادي نفطر وغادي ندوز نحضر معكم الغديوه ديال اليوم اللي غنشاركها معكم. وهانتوما معايا. صافي البنات من بعد ما جمعت المعانات ديال الفطور وجمعت الدار، صافي دابا غندوز نوجد معكم واحد الغديوه كتجي البنات زوينه ساهله وبنينه. غادي ندير معكم الدجاج مشوي في الفران ماشي في الفاخر. بهاد الطريقه جديده ومختلفه على الطرق اللي قبل. لهاد الدجاجه البنات كما شفتوها انا ديجا غاسلاها، صفياها من الماء، تكون مصفيه من الماء مزيان البنات، ما تبقى فيها حتى شي نقطه. غادي ناخدها البنات، غادي نمارينيها بواحد الماغيناد. غادي ندير فيها 3 الفصوص كبار ديال الثومه، يكونوا كبارين. غادي نحكهم البنات في الحكاكه. غادي نضيف لهم شويه ديال الملحه، حيت انا البنات هنا الدجاج كنغسلو بالملحه والحامض. غادي نضيف شويه ديال الابزار. غادي نضيف 2 معالق صغار ديال الشاورما، تكون معلقه عامره. غادي نضيف نص معلقه ديال الخرقوم عرق كما كتشوفوا. غادي نضيف 2 معالق صغار ديال المطارد. المطارد البنات زوين، واخا تكثروا فيه ما كيفسدش البنه. غادي نضيف البنات معلقه صغيره ديال العسل. العسل البنات كيعطي الحلاوه في هاد الدجاجه هادي.
وكيخليها انها تحمر في الفران وكتجي فتيه. صافي البنات كما كتشوفوا انا جمعت هاد الماغينات غير بايدي. غادي ندهن بها الدجاجه مزيان، وقبل ما ندهن هاد الدجاجه غادي نتكها بالموس. غادي ندير فيها واحد الثقوب بالموس، وخصوصا في الصدر. راكم عارفين الصدر ما كيدخلش يطيب دغيا، وباش ندخل فيه الاقامه ضروري انني نتكو بالموس. صافي غادي ندهنها مزيان كما كتشوفوا، ندهنها من الداخل ومن برا. صافي وهانتوما معايا البنات، المراحل كلها باينه في الفيديو، وهنا معكم وهانتوما معايا حتى لاخر الفيديو. هنايا البنات من بعد ما مارينيت هاد الدجاجه بهذيك الاقامه اللي درت فيها، انا الصراحه خليتها البنات واحد ساعتين عاد غادي نديرها في الفران. كما يمكن لكم انكم تبيتوها مرقده في الثلاجه، والغد ليه غادي تطيبوها كتكون شاربه الاقامه ديالها وكتجي بنينه. بالنسبه للطريقه ديال الشيء في الفران، غادي ندير البنات اللاطه ديال الخبز، وغادي ندير معها ديك الشبيكه ديال الميكرو اوند. عاد غادي نحط فوق منها الدجاجه باش شويه في الفران ماشي طيب، حيت الا حطيتها نيشان فوق اللاطه غادي تطلق ليا غير الماء وغادي تحسي بها طابت ما تشواتش. وانا الغرض ديالي انني نشويها ماشي نطيبها. هذه هي لاستيوس اللي كندير ليها. الا ما عندكمش هاد الشبيكه هذه، يمكن لكم انكم ديروا زليفات اللي كيدخلوا الفران، ديروا واحد 4 وتحطوا عليهم الدجاجه وتدخلوها كما كتشوفوا. انا هنا دخلتها الفران، شعلت عليها الفوق وشعلت عليها التحت. غادي نخليها تطيب الوقت الكافي ديالها وغادي نقلبها. وهانتوما معايا في هاد الاثناء البنات غادي نضيف غادي نصوب معكم واحد المايونيز كيجي زوين بتتبيله زوينه ديال الزعتر والمطاط. المايونيز العادي المعتمد اللي كنديرو حنا كاملين. غندير 2 بيضات، غادي نضيف لهم معلقه ديال المطاط، غادي نضيف لهم البنات ضريس ديال الثوم محكوك، غادي نضيف لهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. وهنايا غادي نضيف الزعتر اللي سبق ليا وحمرته فوق البوطه، وغادي نحكو غير بايديا. وغادي ناخذ شويه ديال الزيت، غادي نبقى نضيفو غير بشويه بشويه وانا كنطلع في المايونيز حتى غيطلع ليا. انا هاد المايونيز بغيت نرافقه مع الروز، كيجي البنات زوين وبتتبيله مختلفه. وغادي نضيف معاه شويه ديال الخل. وهادشي اللي كاين البنات، وبقاو معايا ما تمشيو فين لاخر الفيديو. هنايا كما كتشوفوا البنات من بعد ما قرب يطلع ليا المايونيز ديالي، غادي نضيف ليه واحد الفريميجه باش يجيني شويه عاقد. صافي وغادي نبقى نطرف فيه كما كتشوفوا، وغادي نحطه في الثلاجه باش يجمع راسو. عند ديك الساعه غادي نخلط به الروز. وهذا الشيء اللي كاين البنات.
صافي هنا البنات كما كتشوفوا وصلت معكم لنهايه الفيديو. من بعد ما طابت ليا الدجاجه ديالي او تشوات ليا في هذيك التتبيله كيجي البنات زوينه، غير جربوها ما غتندموش عليها. رافقتها البنات بالروز مسلوق مع فلفله خضراء، وزوقته بهذيك لي طوماط سوغيز. هنايا البنات درت مع هذيك السلطه ديال ليشو او الكروب بواحد الاقامه زوينه. شي نهار نشارك معكم شي فيديو. هذا المايونيز ديالنا البنات صافي زوقته البنات بشويه ديال البيض مسلوق وشويه ديال البطاطا سوطي مع خيزو بشويه ديال زيت العود والملحه والكمون ومعلقه ديال الموطارد والقزبر ومعدنوس. رافقتهم البنات بهذا العصير ديال الحامض كيجي بنين بنين بزاف كاع. صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم. كنتمنى انه يعجبكم وتجربوه لوليداتكم. والا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي كنقول لك حبيبتي اشتركي وضغطي لايك، والى فيديو قادم ان شاء الله.